الحب ليس للحبيب الأول ولا للحبيب الأخير. الحب لمن اهتم وأعطى وضحى وساند وأسعد، لمن تقبلنا ونحن في أسوأ حالاتنا، لمن أشعرنا أننا أجمل ما لديه صدقا وليس تصنعا أو لحاجة، لمن حارب الدنيا وحارب الظروف من أجلنا، لمن يستحقنا، لمن يقدرنا، لمن نزدهر معه وبقربه وبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده الروتين بتاعنا النهارده هنبدأ مع بعض بإذن الله. هنضف بقى التلاجة واعمل بقى شوية حاجات كده. يا ريت بقى اللي يشوف قناتي لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني إشعار بكل جديد بنزله. تعليق حلو كده عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات على طول. ارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لأكبر عدد من الناس عشان عيلتي تكبر بيكم. همسح بقى التلاجة كده. انا حاطه بقى في البخاخه دي شويه ميه وحاطه شويه بريل ومعلقه صغيره كده من معجون الاسنان، لان معجون الاسنان بيدي بياض ناصع كده للتلاجة وكمان بيدي لها ريحه حلوه. شيل بقى مثلا فيها اي روائح كريهه، اي بقع صفرة، اي حاجات من دي، بينضف كل الحاجات دي. يعني انا بمسح مسح خفيف كده لان دايما ايدي في التلاجة زي ما انتم شايفين كده. لان انا جايبه شويه بقى مشتريات للمطبخ والتلاجة كده، فقلت هنضفها وامسحها وبعد كده ارص كل حاجه مكانها كده. لو عندك بقى التلاجة فيها حاجات كتير، يعني مثلا فيها اصفرار، فيها شوائب كتير او روائح كتير كريهة او كده، بتعملي بقى خلطة عشان تنضفيها كويس. تشيلي بقى الأرفف دي الأول وتحطها بقى تحت الحنفية كده. وتجهزي بقى رتل مية مغلية ويكون عليها معلقة كبيرة من الكربوناتو أو النشادر أو بيكربونات صوديوم، عشان لو هتشتري من عند العطار بتقول الأسماء دي. ومعلقة كبيرة من ملح الليمون، يبقى معلقة كبيرة من الكربوناتو على معلقة كبيرة من ملح الليمون، وشوية بريل على المية مغلية كده. ومعلقة كده من معجون الأسنان، أي معجون أسنان مفضل عندك أو بتستعمليه. النشادر والملح الليمون بيشيل أي اصفرار أو أي بقع في التلاجة كده، وبيخليها بيديلها بياض لامع، وكمان بيرجعها زي ما كأنها جديدة بالظبط زي ما انتم شايفين اهو. معجون الأسنان بيخلي ريحتها على طول حلوة كده. وبيشيل بقى ريحة العطنة والحاجات اللي بتبقى في ريحة التلاجة كده. خلاص كده انا مسحت بقى كله اهو، لان انا غسلاها من كام يوم، لان انا عامله روتين اسبوعي وروتين يومي. يعني مثلا بمسح التلاجة كل كام يوم. روتين اسبوعي بقى بغسلها غسيل بقى تنظيف. فانت دايما قسمي مثلا وقتك كده، او مثلا قسمي التنظيفات بتاعتك بحيث انت تعملها روتين اسبوعي. في حاجات بتستحق ان انت تعملها كل مثلا اسبوع، في حاجات بتعملها مثلا كل شهر، في حاجات بتعملها روتين يومي. زي مثلا المواعين اللي بتبقى في الحوض دايما بتغسلها اول باول، ما بتسيبهاش مثلا تكركب معاكي كده او تتكون معاكي، لازم تغسلها كل ما وعاء بتتوسخ بتغسلها على طول. برضو البوتاجاز بعد كل استعمال لو نضفتيه بعد كل استعمال ما باخدش معاكي وقت وبيفضل معاكي على طول، يا دوب بياخد مسح بسيط كده. هغسل بقى الدرجين دول اهو. دايما بقى الدرجين دول هم اكتر حاجة بتتوسخ، يعني عشان بحط بقى فيها الطماطم، بحط فيها الفلفل، بحط فيها اي حاجة يعني. فدايما هما اللي عايزين غسيل على طول. بغسلهم اهو زي ما انتم شايفين بالبريل والليفة عادي. لو فيهم بقع كتير بقى هتعملي برضو الخلطة اللي بقولك عليها دي. بتنقعي فيها الأرفف مجرد ما بتحطي بس ملح الليمون وكربونات في أي خلطة بتستعمليها. بتفور بقى الدهون، بتفور بقى الحروق، أي حاجة مجرد ما بتحطها عليها شوية وتسيبها بس بتفور كل ده وبتغسلها على طول، ما بتاخدش معاك وقت. هغسل بقى المواعين دي اهي. انا قمت بقى النهارده بدري كده وجهزت بقى الولاد راحوا المدرسه، فقلت بقى استغل الفرصه دي انضف بقى المطبخ، وامسح بقى التلاجة وكل حاجه ورايا مثلا اعملها. وبعد كده بريح بقى ساعه او ساعتين وابدا ان انا اجهز بقى الغدا. يكون إن الولاد قربوا بقى على وصول، بيلاقوا بقى الغدا جاهز وكل حاجه. دايما بقى رتبي وقتك كده ونظمي وقتك برضو. هتلاقي كل حاجه ما بتاخدش معاكي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. ودايما استغل الساعة بتاعة الصبحية دي، يعني صدق اللي قال ساعة البدرية منسية والبركة في البكور. ما شاء الله فيها بركة بطريقة. يعني دايما أنا معودة نفسي كده أصحى قبل ميعادي مثلا ساعة بدري، بخلص كل حاجة بدري كده. وبلاقي بقى طول اليوم خلاص كده أنا فاضية وخلصت بقى شغل بيتي.
دايما في حاجات لها الأولوية، يعني في أولويات دايما نحطها في الاعتبار كده، بنخلصها الأول وبعد كده بنشوف بقى حاجات ترفيهية، بنشوف نفسنا بقى. عشان التلاجة برضو تفضل معاك نضيفة كده وريحتها كويسة، اتعودي دايما كل حاجة بتحطيها فيها، يعني مثلا فاكهة خضار أي حاجة بتغسلها الأول وبعد كده بتصفيها كويس جدا، وبعد كده بترصيها. ده بيخليها معاك على طول نظيفة ومفيش فيها أي ريحة مش نظيفة أو كده. ودايما برضو وانت بتغسلي المواعين بتصفيها جنبك كده. ممكن بقى لو انت عندك صفاية عندك حوض تاني جنب ده لتصفية المواعين كده، بتسيبيها تتصفى وبعد كده بترصي بقى كل حاجة مكانها. يعني انا بغسل الحوض الاول جنب كده، والمواعين اللي انا بغسلها برصها جنب كده لغاية ما تتصفى خالص، وبرص بقى كل حاجة مكانها. لان ده الحاجات دي برضو يعني دي تفاصيل صغيرة بس بتحافظ معاكي على الحاجة كده وبتخليها دايما نظيفة وريحتها كويسة، وبتديلها يعني جودة أكتر. لأن أنت لو رصيت الحاجة بالمية بتاعتها كده بتنزل المية بقى، بتعمل عطنة وعفونة وريحة مش كويسة خالص في المكان. ودايما برضو الطاسات بتاعتك يعني لو بتغسلها أول بأول مش هتكون معاكي بقى دهون ولا حروق ولا أي حاجة، يعني شايفين. أنا دايما عندي الطاسات دايما بغسلها أول بأول كده، بعد كل استعمال وبعد كل قلي، فتلاقيها دايما نظيفة ما بتكونش بقى دهون ولا حروق ولا أي حاجة كده. برضو وانت بتغسلي بقى الحوض دايما بتسلكيها على طول اول باول عشان برضو ما يتكتمش معاكي، وتحتاجي بقى خلطات وتحتاجي بقى تسليك وموضوع تاني بقى. خلاص كده شايفين بقى التلاجة اهي. حطيت بقى الدرجين في البلكونة لغاية ما نشفوا خالص وبعد كده حطيتهم اهو. شايفين بقى الطبقين دول بتوع البيض، برصوا فيهم البيض كده. لو عندي مثلا كمية، لو عندي بقى قد دول كده، بحط البيض في طبق وبحط التاني عليه. حلوين جدا ومريحين خالص، يعني بحافظوا بقى على البيض عشان ما يتكسرش وكده. هنعمل مع بعض بقى المبكبكة، حلوة جدا وبتدفي في الشتاء وكمان مفيدة جدا للأطفال. معايا بقى حلة على البوتاجاز كده، حطيت فيها شوية زيت وقطعت بقى بصلة مكعبات صغيرة كده زي ما انتم شايفين اهو. بستنى بقى لغاية ما البصلة تدبل شوية، مش عايزينها بقى تغير لون ولا أي حاجة. معايا هنا معلقة صغيرة كده من الثوم المهروس. بقلب بقى البصلة مع التومة كده لغاية ما ريحة التوم تطلع، وبعد كده احط بقى الطماطم. طبعا بتعملها بقى بأي نوع مكرونة، يعني تنفع معاكي مكرونة سباكيتي، ممكن مكرونة خواتم، ممكن مكرونة قلم برضو، مكرونة من اللي هي الصغيرة. أي نوع مكرونة بتنفع معاكي بتبقى حلوة جدا. خلاص كده حطيت الطماطم اهي. حطيت هنا معلقة صغيرة كده من الملح. حط هنا نص معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسمر، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة. وحطيت هنا برضو ورقتين لورا، واقلب بقى كله مع بعضه كده. احط برضو مكعب مرقة دجاج. اي توابل حابة تضيفيها براحتك، بتدي بقى طعم كده وبتعزز طعمها يعني. ممكن بقى لو عندك شوية شوربة اي حاجة بتحطيها برضو بدل المية. هسيبها بقى لغاية ما تتسبك كده شوية. معايا بقى كيس مكرونة مش هسلقه ولا اي حاجة، هسيبه زي ما هو كده. خلاص كده اتسبكت اهي. احط بقى هنا المية بتاعتها اهي، هستنى بقى لغاية ما المية تغلي كده. انا عايزة المية على مقدار المكرونة اللي انت هتستعمليها، يعني مثلا لو هتستعملي كيس مكرونة طبعا بتبقى عارفة هي بتاخد قد ايه مية وكده. استنى بقى لغاية ما المية دي تغلي خالص، لان ما ينفعش ان احنا نحط المكرونة وهي ني كده من غير ما اتسلقت في المية وهي باردة. لازم المية تغلي وتبقى سخنة جدا وبعد كده احط كيس المكرونة. خلاص كده اهي بدأت تغلي اهي. احط بقى المكرونة، لان انت لو حطيتيها والمية باردة بتعجن معاك، لكن كده لما بتحطها في المية المغلية بتبقى مفلفلة وما بتعجنش معاك. مش عايزين بقى المكرونة تنشف خالص من المية، لان طبعا المبكبكة هتبقى مختلفة شوية عن المكرونة العادية، عايزين فيها نسبة صلصة كده. غطي عليها بقى واسيبها لغاية ما تستوي كده، وهطفي عليها قبل ما الصلصة بتاعتها تنشف خالص. شايفين؟ بقلبها بقى من وقت للتاني كده، انا مش عايزاها تنشف خالص من الصلصة بتاعتها، عايزين فيها النسبة دي زي ما انتم شايفين اهو. لان كل ما بتسيبيها اكتر على البوتاجاز بتنشف من الصلصة بتاعتها.
فيعني من الأحسن إن انت تعمليها قبل الأكل على طول مباشرة، عشان كل ما بتسيبها أكتر بتشرب من الصلصة، فبتبان إن هي مكرونة عادية. خلاص كده استوت اهي وجاهزة معانا. شايفين بقى الجمال؟ طعمها حلو جدا. ممكن بقى تحط قرن شط حامي كده بيديلها شطشطة شوية، بتبقى طعمها حلو برضو. اهي مستوية خلاص اهي. لو مثلا هتعمليها وتسيبها شوية، هتسبكي وتجهزي التسبيكة بتاعتها، وقبل التقديم بربع ساعة ولا حاجة بتقوم حاطة المكرونة بحيث ان هي تستوي شوية، وبعد كده بتقدميها، لان كل ما بتسيبيها بصلصتها بتنشف. خلاص كده شايفين؟ همسح بقى البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، دايما بمسحه على طول، فعشان كده ما بتراكمش عليه دهون ولا حروق ولا اي حاجات من دي. بعد كل اكله بعملها او كل استعمال بمسحه، بياخد وقت بسيط خالص، يا دوب مسح خفيف كده. شايفين؟ مش مكون دهون ولا اي حاجات من دي. معايا بقى البخاخه دي حلوه جدا، بتنضف بسرعه جدا لو في اي حاجه على البوتاجاز كده. بتشيلها على طول. لو انت عندك بقى عيون البوتاجاز او الحوامل بتاعه البوتاجاز عليها حروق ودهون كتير، بتجيبي بقى لتر ميه، وبتحط عليها معلقه كبيره من النشادر ومعلقه كبيره من ملح الليمون وشويه بريل، وتقلبوهم مع بعض كده، وبتدعكي بقى البوتاجاز كده. برضو ممكن تاخدي نص الخلطه وتحط فيها عيون البوتاجاز او الحوامل منقوعه كده، على ما تخلصي بقى غسيل البوتاجاز تكون كل حاجه اتفورت من عليه كده، ما بتاخدش معاكي وقت برضو. ممكن برضو لو الحوامل عليها يعني دهون كتير قوي، لو عندك بقى فرن بلدي بتسخنيه كده يسخن، وبعد كده بتطفي عليه وتحط الحوامل دي لغاية ما كل الدهون دي بتسيح. برضو ممكن تشغلي فرن البوتاجاز لغاية ما يسخن، برضو تحط فيها الحوامل لغاية ما كل الدهون والزيوت اللي عليها كده يعني تسيح. بعد كده بتدعكيها بالسلكة وبالخلطة دي، بتنضف معاك، ما بتاخدش برضو معاك وقت كده. خلاص كده انا مسحته اهو. دايما لو ايدك فيه اول باول مش هياخد معاك وقت ولا مجهود ولا حاجات من دي. يعني حاول على قد ما تقدري تمسحيه بعد كل استعمال، بيفضل معاك نضيف وجديد زي ما انتوا شايفين اهو. يعني بوتاجازي ده بقاله فترة طويلة جدا من يوم ما اتجوزت، فانا بحافظ عليه على طول كده، بمسحه وبنضفه برضه. خلاص كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في تعليق حلو كده، وارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.